ابطال سنه ثالثه اعدادي حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هناخد اخر درس معانا في المراجعه، درس النشاط الصناعي في العالم. والدرس ده يا صاحبي عشان تبقى انت عارف اصغر درس واسهل درس في الوحده الاولى، فانت لازم تبقى مذاكر الدرس زي ما قلنا عشان تعرف تحل معايا الواجب، تمام؟ ولازم تبقى حلل الواجب عشان تعرف تقيس مستواك وتعرف انت حلل صح ولا غلط، وتقعد تصحح نفسك وتشوف عندك كام غلطه، اتفقنا؟ وبعد ما نخلص الوحده الاولى ما تقلقش، انا هظبطك واعمل لك مراجعه شامله على الوحده الاولى كلها. يعني زي ما بيقولوا هضلعك ههيصك، مش هسيبك غير وانت مقفل الوحده الاولى. تعالى يلا نحل مع بعض. تمثل نقط قمه الهرم في الانشطه الاقتصاديه المتطوره. طبعا هنا ما دام الدرس عن النشاط الصناعي وهي قمه الهرم يبقى الصناعه. من اهم المقومات الطبيعيه اللازمه لقيام الصناعه، مقومات طبيعيه يعني من عند مين؟ من عند ربنا، يبقى الموقع المتميز، لان التطور العلمي والاسواق وراس المال دي من عند الانسان. من اهم المراكز الصناعيه في اقليم غرب ووسط اوروبا الصناعي يبقى دوله فرنسا، ما دام اوروبا يبقى فرنسا. يبدو اقليم نقط الصناعي في شكل مناطق متباعده، ما دام لقيت كلمه مناطق متباعده يبقى وانا مغمض عيني روسيا واوكرانيا. 5. اقليم الاورال من المراكز الصناعيه في اقليم. طيب الاورال يبقى برضو روسيا واوكرانيا يا جماعه، موسكو واقليم الاورال. تعد دوله سنغافوره من اهم المراكز الصناعيه الحديثه بقاره سنغافوره دي في قاره اسيا. من اهم من الدول التاليه تعد من المراكز اللي مركز، خد بالك، الصناعيه الحديثه في امريكا الشماليه يبقى دوله المكسيك، لان بنما وكوبا دول في شمال امريكا الجنوبيه وتشيلي دي في امريكا الجنوبيه. توجد مراكز صناعيه حديثه في جنوب شرق اسيا، ما دام قال لي جنوب شرق اسيا يبقى انا هنا قصدي على ماليزيا، لانه قال لي مركز ما قاليش اقليم. توجد بدوله نقط في قاره امريكا الجنوبيه مراكز صناعيه حديثه. طيب خد بالك معايا، هنا يقصد بيها دوله تشيلي عشان فيها نحاس كمان يا شباب. يمثل المقاوم الاكثر تاثيرا في النشاط الصناعي بالدول المتقدمه. المقاوم الاكثر تاثيرا في النشاط الصناعي عند الدول المتقدمه، ما دام قال لي عند الدول المتقدمه عشان تبقى فاهم بس التطور العلمي. اي مما يلي يمكن تصنيفه كمتطلب بشري لازم لقيام الصناعه باحدى الدول. متطلب بشري لازم لقيام الصناعه، انا عايزه السياسات الحكوميه. القارة التي تضم أكثر من إقليم صناعي رئيسي، خد بالك معايا، هي يا صاحبي قارة أوروبا، أكثر من إقليم. رقم 13. أي من القارات الآتية يوجد في شمالها الشرقي أحد المراكز الصناعية؟ ما دام قال لي شمال شرق يبقى هو يقصد مصر، ومصر يا جماعة شمال شرق قارة أفريقيا أهي، دي مصر أهي شمال شرق قارة أفريقيا. طبعا احنا لو المفروض في الحالة اللي زي دي بنمسك نفنط بقى الصور دي، ألف دي أمريكا الجنوبية، ودي قارة آسيا، ودال قارة أستراليا. حلو. رقم 14. أي من القارات التالية يقع بها أكبر الأقاليم الصناعية بالعالم الجديد؟ هي قارة أمريكا الشمالية يا جماعة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا الشمالية رقم ب. طبعا ألف أمريكا الجنوبية مش معانا، وجيم استراليا، ودال طبعا مش معانا خالص لان دال دي القاره القطبيه الجنوبيه. بعد كده اكمل العبارات الاتيه بكلمات يناسبها. ارتفعت بعض الدول الناميه بمستوى شعوبها في الصناعه مثل مصر، وهنروح كاتبين هنا يا صاحبي جنوب افريقيا والصين. من المقومات البشريه اللازمه للصناعه عندي راس المال والاسواق، وعندي التطور العلمي، وعندي السياسات الحكوميه، ويعني عندك كذا حاجه ممكن تكتبها براحتك. طيب نكمل. من المناطق الصناعيه في شرق اسيا جزيره هنشو بتتنسي. جزيره هنشو دي بتتنسي والله، بتيجي في الامتحان. نيجي بعد كده على الخريطه، يلا بينا. هات الخريطة يا صاحبي. واحد. ده اقليم ايه يا مس مارينا؟ ده اقليم غرب ووسط اوروبا. رقم 2
إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 3 اللي هو ما بين آسيا وأوروبا ده اللي احنا بنسميه إقليم روسيا وأوكرانيا. رقم 4 إقليم شرق آسيا. يبقى أنا كده أخدت عندي ال4 أقاليم الرئيسية اللي عندي. طيب أوكي، تعالى ننزل دي تحت كده ونكمل. مركز صناعي بقى رقم 5. خد بالك بقى معايا، دي رقم 5 دي دولة البرازيل. هتروح كاتب هنا البرازيل، دي في أمريكا الجنوبية. رقم 6 اللي تحت في أفريقيا دي تبقى دولة جنوب أفريقيا. ماشي. طيب نكمل. كتابة العبارات الآتية صحيحة بعد تصويب ما بها من خطأ. يعني أنت عايز تصوب. ماشي يا صاحبي. التطور العلمي ورأس المال من العوامل الطبيعية. حط خط تحت الطبيعية وهتكتب الجملة تاني وهتبدل طبيعية مكان بشرية. أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم غرب وسط أوروبا. هتشد خط تحت إقليم غرب وسط أوروبا وهتكتب شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. جمهورية كوريا من أهم مراكز إقليم غرب ووسط أوروبا. لا بص يا صاحبي، قدامك بقى حلين. يا تشيل كوريا وتكتب مثلا على سبيل المثال فرنسا بريطانيا، أو تشيل إقليم غرب ووسط أوروبا ودي الصعبة وتكتب إقليم شرق آسيا. يعني شوف هتختار إيه. بس دايما احنا بنحب نصوب الجملة من الآخر مش من الأول. معظم الصناعات في دول الخليج العربي صناعات تكنولوجية؟ لا طبعا، صناعات بترولية عشان هم عندهم بترول بالهبل. تعالى بقى كده معايا، سمي الله ويلا بينا على بما تفسر. 1 شهرة منطقة البحيرات العظمى صناعيا. منطقة البحيرات العظمى تنتمي إلى الأقاليم الصناعية في العالم الجديد اللي هو شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. عندهم صناعات مشهورين بيها، صناعات هندسية زي العربيات والآلات والأدوات الكهربائية، وعندهم صناعات خفيفة واستهلاكية. فأنا هروح كاتب كده المنطقة دي بتتميز بإيه. هروح أقول له كده تنتمي، ثانية بقى نكتب تنتمي منطقة البحيرات العظمى إلى إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي، وتشتهر بها الصناعات الهندسية مثل السيارات والآلات، وهكمل بس معلش فوق، والصناعات النسيجية والاستهلاكية الخفيفة مثل الصناعات الغذائية. تقدم الصناعة بما تفسر رقم 2 وتطورها في الدول المتقدمة. ليه يا جماعة؟ هروح كاتب له كده لأن الدول المتقدمة مالها أخذت بأساليب العلم الحديثة والاختراعات وطورت الصناعة بشكل مستمر. رقم 3 اختلاف تركز الصناعة في العالم من منطقة لأخرى. احنا قلنا الصناعة بتختلف من منطقة للتانية على حسب 3 حاجات. على حسب بتختلف من منطقة للتانية على حسب يا جماعة توافر العوامل. يبقى هروح كاتب كده حسب توافر العوامل الطبيعية، واروح كاتبه له بقى العوامل الطبيعية دي فافتح قوس كده مادة خام مصادر طاقة واقفل القوس، واروح كاتب له عوامل بشرية. طب العوامل البشرية زي راس المال، مثل راس المال والتطور العلمي. يعني لازم اكتب له مثال من هنا ومثال من هنا. رقم 4 قيام مراكز صناعية حديثة في منطقة الخليج العربي. هقول له بسبب توافر البترول. ما النتيجة المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ غنينا الأغنية بتاعت الوحدة الاقتصادية الأوروبية دي بتقول إيه؟ الوحدة الاقتصادية الأوروبية عملية التكامل في الجوانب الاقتصادية، وحمايتها جمركيا من الاتحاد الأوروبي. فيلا بينا نكتبها مع بعض. يبقى الوحدة الاقتصادية الأوروبية أدت إلى حدوث التكامل في الجوانب الاقتصادية. ماشي، أكمل بقى. وحمايتها، تم حمايتها جمركيا وتدعيمها من
الاتحاد الأوروبي. الوحدة الاقتصادية الأوروبية عملت إيه؟ التكامل في الجوانب الاقتصادية وحمايتها جمركيا من الاتحاد الأوروبي. طيب ماذا يحدث إذا أخذت الدول النامية بالأساليب الصناعية العلمية في الصناعة؟ يا سلام يا حبايبي بقى، اهبط بقى يا صاحبي بقى. التطور وتنوع الصناعة، ارتفاع مستوى المعيشة عند الشعوب، اكتب بقى كده، أدى إلى تطور الصناعة وارتفاع مستوى المعيشة للشعوب، ماشي، وتنوع الصناعة. أي حاجة حلوة تبين إن الدول النامية دي اتعلمت تصنع. بعد كده بيقول لحضرتك لو نجحت الدول العربية في تطبيق السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، هتروح كاتب الأغنية تحقيق التكامل، أهو تحقيق التكامل في الجوانب الاقتصادية. يبقى هما لو احنا بقينا شبه الاتحاد الأوروبي هنعمل ايه؟ هنحقق التكامل في الجوانب الاقتصادية وحمايتها جمركيا من الاتحاد الأوروبي. طيب حدد مقومات الصناعة الطبيعية والبشرية. سهل، هنقول له الطبيعية ماشي 3 حاجات: مواد خام، مصادر طاقة، موقع. شد خط. العوامل البشرية بقى عندي أيدي عاملة، رأس المال، والأسواق، والسياسات الحكومية. بعد كده ايه اهم المراكز الصناعيه الحديثه في العالم؟ مراكز بقى صناعيه في العالم، ممكن مثلا تقول له عندي مثلا مصر، عندي مثلا اندونيسيا، عندي ماليزيا، عندي الخليج العربي، ماشي، عندي فرنسا، عندي بريطانيا. يعني اكتب له بقى مراكز صناعيه حديثه كده لسه موجوده. طيب ماشي 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 ماشي، نكمل. التقدم العلمي حدد العلاقة، ده سؤال حدد العلاقة اللي الناس كلها بتحتاس فيه. التقدم العلمي للدول وتركز المناطق الصناعية. بص يا صاحبي، المناطق الصناعية بتبقى موجودة في الدول المتقدمة اللي هي أخدت تهتم بتطور العلم والتكنولوجيا وتطبق الأبحاث والاختراعات. تعالى هصيغها، تعالى هديك الصياغة بتاعتها. هتروح كاتب له كده تركز الصناعة المتطورة والمتنوعة في الدول المتقدمة. تركز الصناعة المتطورة والمتنوعة في الدول المتقدمة، ماشي، التي تطورت بها الصناعة تطور مذهل باستخدام الأساليب العلمية وباستخدام الاختراعات. فأنت تكتب له الحاجات دي كلها. طيب الوحدة الاقتصادية الأوروبية وانتشار مراكز الصناعة، هتروح كاتب له الوحدة الاقتصادية الأوروبية مالها؟ عملت إيه؟ أدت إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية وحمايتها جمركيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انتشار المراكز الصناعية في أوروبا. يعني هتغني الأغنية كلها. طيب تنتشر في الصين أسواقنا وشوارعنا وبيوتنا بمنتجاتها الصناعية، وتتساءل لماذا لا تصنعها نحن؟ إلى أي الأقاليم تنتمي الصين؟ طبعا شرق آسيا، الصين في شرق آسيا. إيه مقترحاتك عشان تخلي مصر من الدول الصناعية المتقدمة؟ تمام، هتروح كاتب حضرتك أول حاجة كده استخدام الوسائل التكنولوجية. أنا لازم يا جماعة أستخدم الوسائل بضحكك أهو، أستخدم الوسائل التكنولوجية. ولازم يبقى عندي رقم 2 وفرة رؤوس الأموال. رقم 3 الاهتمام، ماشي، بالأيدي العامل. يبقى أنا كده خلصت الوحدة الأولى جغرافيا. شد نفسك بقى، شد حيلك بقى وخد نفسك، علشان خاطر احنا هنعمل مراجعة على الوحدة الأولى إن شاء الله وهننزلها لك. بس اهم حاجه تكون مذاكر الدروس دي كلها وتبقى انت كده مقفلها صاحبي. وانا بحبك واشوفكم على خير في درس جديد وواجب جديد. باي باي.